في عام 2017 كان في بنت اسمها عبدولية فاتحة بث على انستغرام وبتسوقه، وكانوا راكبين معاها بنتين، أختها وصاحبة أختها. وسط البث السيارة انقلبت معاهم والبث وقتها كان شغال. بس الصدمة مو هنا، الصدمة انه بعد ما انقلبت السيارة عبدولي اخذت الجوال وبتصور اختها بتحتضر وبتقول لها ارقدي بسلام. طبعا كالعادة اي مقطع يكون مغبش هنا حينزل في التليجرام، ورابط قناة التليجرام بيكون في اول تعليق. بعد ما الفيديو انتشر في السوشيال ميديا تم القبض على عبدولية وفحصوا دمها واكتشفوا انه في دمها كان في نسبة كحول. وكلنا نعرف انه الغرب يوم شخص يسوي شيء فظيع او شنيع لازم يتحججوا بماضيه. ما تدري هل هم عشان يبرروا فعلته او انه المحامين هم اللي بينبشوا في ماضيه ويطلعوا ماضيه لاجل يخففوا العقوبة، او هم كده يربطوا كل شيء بالماضي. المهم قالوا انه عبدولية تم الاعتداء عليها في الماضي وخشت في حالة نفسية بعدها وصارت تتعاطى، وكان لها فترة في مركز إعادة التأهيل. واللي ما يعرف مركز إعادة التأهيل هو المركز اللي يتعالجوا فيه اللي بيتعاطوا مخدرات ومن الأشياء هذه، فيبدأ يدوهم علاجات ويحاول يعودوهم إنه يعيشوا بدون الأشياء هذه ومن الكلام ده إنهم يرجعوا طبيعيين زي زمان. المهم والبث ده قالوا فتحته وهي راجعة من مركز إعادة التأهيل، والمحكمة حكمت على عبدولية بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة القيادة تحت تأثير الممنوعات، وتسببت في إنهاء حياة أختها. في عام 2021 كان في تيك توكر من الصين اسمها ليتل كيتي نزلت فيديو على حسابها بتقول فيه انه لها فترة تعاني من الاكتئاب، رغم فيديوهاتها كانت كلها ايجابية وكان محتواها عن الميك اب والازياء، فيعني الناس بتشوفها انها انسانة سعيدة وامورها ماشية تمام التمام. المهم قالت انها بتوضح كل شيء في بثها المباشر، فاللي يهمها الموضوع يخش البث ويشوف ايش بتسوي. وناس كثير وقتها خشوا بثها، وكانت تتكلم مع المتابعين وتشرب مشروب لونه بني، والمشروب باين من طريقة شربها لها انه طعمه مو حلو، وكل ما يسألوها المتابعين ايش المشروب ده تصرف الهرجة وتقول مشروب غازي وزي كذا. وبعد ما خلصت العلبة كاملة حقت المشروب ودعت المتابعين وقفلت البث، والناس ما هي فاهمة ايش الموضوع، ايش فيها، ايش صاير، ليش هي قالت الكلام ده، طيب في البث ما سوت اي شيء ومن الكلام ده. وبعد كم يوم نزل خبر انه التيك توكر ليتل كاتي ماتت متسممة، وبعد ما المتابعين بدأوا يحللوا واكتشفوا انه المشروب اللي كانت تشربه في البث كان سم، وان ليتل كاتي وقتها كانت تودعهم في البث وفي نفس الوقت كانت ومع التحقيقات عرفوا انه سبب اكتئاب كيتي زوجها السابق اللي كان اسمه زو او زاو. المهم في عام 2019 كيتي خشت علاقة مع زاو وبعدها تزوجوا، وزاو كان صاحب محتوى رياضي بالتحديد كرة السلة، وكان اوقات كثير يقول لكيتي تنشر له حسابه من الاشياء دي وتحاول تدعمه، بحكم هي اشهر منه كانت تنشر له حسابه من باب الدعم وزوجها في نفس الوقت. بس تطور الموضوع وصار يفرض عليها انها تنشر حسابه، لدرجة اوقات لو ما نشرت يزعل، وتطور الموضوع اكتر وصار يهددها لو ما نشرت حسابه يسوي لها اشياء من الاشياء هذه. وهنا كيتي عرفت انه الشخص ده ما بيحبها وانه اتزوجها بهدف انه ينشهر على حسابها، وقتها قررت وانفصلت عنه. واول ما انفصلت عنه صار يشوه سمعتها ويقول فيها الا ما يتقال، ويقعد يتكلم على اشياء كانت خصوصيه بينهم من الاشياء هذه، وبدا يقول كلام عنها وانها مختله وانه هي مره ما هي تمام وعقلها مره مو تمام، وبدا يستعطف الجمهور من الكلام ده، لدرجه صار في فئه معينه من الجمهور صاروا يهجموا على كيتي، وكل ما تنزل مقطع او شيء تبدا تجيها تعليقات سلبيه ويسبوها ومن الكلام ده. وكيتي ما قدرت تتحمل وخشت في حالة اكتئاب لين وصل بها الحال وسوت فعلتها هذه. من أسوأ الناس اللي عملوا بثوث مباشرة الشخص ده اللي اسمه سنسلاف بدايته كان يفتح بثوث مع صديقه، وكان يقول للمتابعين اعملوا دونيشن واكتبوا في الشيء اللي تبون اسويه في صديقي واسويه، وفعلا اي شيء يكتبوه في الدونيشن يسويه، واشتهر بالشيء ده وصار دائما يمقلب صديقه في البث بسبب الدونيشن والاشياء هذه. والسنسلاف ده كان دائما يفتح بثوثه ويكون سكران والعياذ بالله، وتشوفوا اوقات كثيرة يشرب وسط البث، ما عليه انه متابعين صغار كبار ما عنده اي مشكلة يشرب وسط البث. وفي مرة كان يبث مع واحدة وخش عليه شخص ما ادري هو يعرف البنت ولا ايش الهرجة بالضبط، اهم شيء الشخص ذاك هجم على سنسلاف وكان يضرب سنسلاف وسط البث، وسنسلاف ما سوى اي ردة فعل ولا دافع عن نفسه، وقيد انضرب اكثر من مرة في بثه وهو مرة مبسوط بالموضوع هذا. بس اللي خلانا اتكلم عنه هو فعلته اللي سواها في زوجته الحامل. في عام 2020 سنسلاف فاتح بث مع زوجته وصحبته، ووقتها كانوا يسكروا وسط البث، فقام جدال بينه وبين زوجته.
وبعدها انقطع البث فترة، ولما رجع البث تشوف سنسلاف كان جالس لوحده، وبين انه في واحد من المتابعين قال له طلعها برا ورش عليها موية وخليها برا لمدة 15 دقيقة وبعطيك $1000. وفعلا سنسلاف سواها وطلع زوجته الحامل برا البيت لمدة 15 دقيقة. ووقتها الجو كان عندهم بارد، وقتها الجو ثلج، الدنيا كلها ثلج، فوق تحت اي مكان في الشارع ثلج. يعني لو الشارع مليان ثلج كيف بتكون درجة الحرارة؟ اكيد مرة الجو بيكون بارد. والمصيبة جردها من ملابسها وخلاها بالملابس الداخلية فقط، وبعد 15 دقيقة لما خرج لجي يخليها تدخل شافها طايحة ما تتحرك، وكان يحسب انه اغمى عليها من البرد، فجلس يحاول يصحيها من الاشياء ودي شافها مرة ما تستجيب فطلب الاسعاف، وجلس يكمل بث مع المتابعين لين الاسعاف وصل. وجو فحصوها واكتشفوا وقتها انها فارقت الحياة، وتم القبض على سنسلاف وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة القتل الغير العمد. في عام 2022 ظهر الشخص ده في اللايف على الفيسبوك، وكان يقول انه زوجته سرقته واخذت مخدرات، ومن الكلام وكلامه جدا ما هو موزون. من كلامه تعرف انه الشخص ده يا انه متعاطي يا انه مجنون. وفي نفس البث كانت زوجته معاه تترجاه. Hey, move over this way. Let him know. Stop. Come on, what? Move. Shut up. I'm okay to say about you. You make CJ family. Say something good about CJ. Let's know. 3 things good about CJ. No, some 3 shit. Well, that's all. You might as well play the color game. Richard, what the fuck is... وفعلا وسط البث طعن زوجته حوالي 60 طعن، ووقتها بلغوا عليه اللي في البث وتم القبض عليه. وقت ما تم القبض عليه كان وقتها يبغى يحرق السيارة وزوجته جوة السيارة. بعدها اكتشفوا انه كانوا يتعاطوا هو وزوجته لمدة كم يوم، ويمكن مع التعاطي صنفت معاه انه زوجته سرقته او من جد هي كانت تسرقه، الله اعلم. فقال لها انهم يخرجوا من الكلام ده، واخذها بالسيارة في طريق بعيد كده يقول لك وسط الغابات، وربطها وفتح بث وسوى فعلته. اللي بنستفيدوا من الهرجة دي المخدرات نهايتها واحدة، يا انك ترتكب جريمة يا انك تتوفى وانت على المخدرات، والعياذ بالله بعيد الشر عننا. اللي يموت على شيء حيبعث عليه، فالواحد لازم يعرف. وفي الاول والاخير المخدرات ضرر في ضرر، ما فيها اي فائدة في اي علاقة في حياتك. شخص متعاطي سواء صديق خوي زوجة لا تعاشرهم نهائيا المتعاطين، لانه الشخص ما يهتم في صحته، كيف يهتم فيك او يهتم في العلاقة او يهتم في مشاعرك اصلا؟ ما يبغى لها اي تفكير. واذا وصلت الى هنا اتمنى ما تنسى زر اللايك وصلي على النبي.